ماذا لدينا من قضايا اليوم أيها الحاج؟ تلوث النيل والهواء والتلوث السمعي والبصري ضد إنسان هذا العصر. التلوث البصري والسمعي ناتج لنا على أحد العلماء، فليدخل العالم المطلوب. سيدي القاضي، إنني أحد علماء هذا العصر في مجال البيئة. نريد أن نعرف أنواع التلوث. أنواع التلوث يا سيدي كثيرة، فمنها تلوث الهواء عن طريق أصوات السيارات ومداخل المصانع ورش المبيدات بحيث قتل الآفات والحشرات. وهناك أيضا التلوث السمعي والذي ينتج عن أصوات السيارات ومكبرات الصوت. وهناك أيضا التلوث البصري، حيث هناك من يشوه الجدران والأماكن ويسبب الناس إليها ضيقا وحزنا. هناك أيضا تلوث المياه والذي تنتهي هذه المحاكمة من أجله. ولقد حذرت الإنسان ولم يستمع النصائح، فاسمح لي كاتب القاضي بالانصراف حتى تصل الرسالة. شكرا لك، تفضل. والآن نبدأ المحاكمة. قضية النيل وإنسان هذا العصر، النيل والإنسان. فلنبدأ بسماع النيل، تفضل. شكرا سيدي القاضي. لقد خلقت جميلا ونظيفا، ولكن إنسان هذا العصر جعلني ملوثا بسبب أفعاله الغير مدروسة. ما رأيك يا إنسان فيما نسب إليك؟ صح يا سيادة القاضي، إنني أعمل بأجل التطور وزيادة الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، وليس مع النيل شاهد على ما يدعيه. لا يا سيادة القاضي، لدي شهود. أيها الحاج، نادي لنا على الشاهد الأول. الشاهد الأول، المصانع. ما قول المصانع في هذه القضية؟ سوف أقول الحق يا سيادة القاضي. تفضل. النيل صادق فيما قال، فإنسان هذا العصر أنشأني في المناطق المزدحمة بالسكان وعلى ضفاف النيل، والجميع يشكو مني ودائما يقولون المصانع، وأنا لا حول لي ولا قوة. أيها الحاج، نادي لنا على الشاهد الثاني.
على شاهد الإنسان. الشاهد الوحيد التطور. أأنت التطور؟ نعم يا سيادة السلطان. تكلم. لقد وفر الإنسان الوقت والجهد والطاقة وسخر كل شيء لخدمة البشر، وكذلك الكهرباء والاتصالات، ناهيك عن الأسلحة المتطورة. صدقت يا صديقي، لقد استمعتم جميعا إلى ما قاله التطور. فهل لديك أيها النيل ما يذكركم أخرى؟ من منكم يتخلى عن هذا كله ويقف على النيل المسكين فإنه مسخر لنا ويجب أن يضحي ويصبر ويدعنا نبني المسيرة في الإنجازات. هل هناك من صنع وصنعه إنسان هذا الأمر؟ فليرجع ويقول الآن أو يقضي جميع الأبد. كاذب المغرور، كاذب المغرور، كاذب المغرور، لا كاذب المغرور. فليسكت الجميع، فليسكت الجميع، وإلا سوف أغلق القاعة تماما. عذرا سيد القاضي، أنا من استفدته ذلك المغرور ليكون حجة علي. إنني أحد أجداد الفراعنة، ولقد استفدني ما ادعاه ذلك المتغطرس وتجنيني على رفيق عمري النيل العظيم. أجدادك الفراعنة غاضبون علي وعلى تجنيني على النيل. إن هذا الإنسان قليل الحيلة، دائما يبحث عن حل المشكلة بمشكلة أكبر، ويدعي أنه أنجز ما لم ينجزه الآخرون. أيها المسكين، فلتنظر حولك لترى ما صنعناه نحن أجدادك القدماء من حضارة عريقة في شتى المجالات على ضفاف هذا النيل. ولقد تركنا كل ذلك، ولقد صنعنا كل ذلك بأيدينا وبأقل الإمكانيات المتاحة، ومساعدة صديقنا النيل الذي أعطانا أكثر مما أعطيناه دون أن نلوثه. ولقد تركنا لك كل ذلك وما زلت تفتخر وتتباهى به أمام العالم، وما زال هذا العالم مسؤولا عاجزا أمام الكثير من أسرار هذه الحضارة. التاريخ. من أنت؟ أنا التاريخ يا سيادة القاضي. تفضل أيها التاريخ وأدرس ما عندك. لن نطيل عليكم، لن نطيل عليكم. لقد صنع الإنسان حضارة عريقة على ضفاف النيل منذ القدم، ولم يحدث أي تلوث في النيل. نعم، إنسان هذا العصر وفر الوقت والجهد، لكنه أحدث أضرارا مختلفة وكثيرة. صدقت أيها التاريخ، يا مسكين هذا العصر، لقد خلقت ملكا، لقد خلقت ملكا. لقد خلقت ملكا مع هذا التطور خرابا ودمارا وأمراضا لا حصر لها، ما زلت عاجزا عن علاجها، وتأتي اليوم لتبتغي على سر الحياة نيلنا العظيم. أجدادك الفراعنة غاضبون غاضبون، وأنا اليوم جئت لأقول لك الخلفاء الأوان، لقد تركنا لك مع هذه الحضارة بيئة ونيلا جميلا ونظيفا، فلتمضي على طريق أجدادك. وإن كنا تركنا لك بيئة ونيلا ملوثا، ما كنت لتعي هذا اليوم الذي تبالغ فيه وتمتدح عبقريتك المزعومة. لا خلاف بين التطور والحفاظ على نقاء النيل. رفقا في النيل العظيم، رفقا في النيل العظيم. الله أكبر، الله أكبر. رجاء التزام الهدوء. هل لديك أي مداخلة؟ لا يا سيادة القاضي، لا. بعد استماع المحكمة إلى الأقوال وشهادة الشهود، حكمت المحكمة حضوريا على إنسان هذا العصر بالآتي: أولا، القضاء على مصادر التلوث. ثانيا، إقامة المصانع في المناطق الصحراوية وبعيدا عن النيل. ثالثا، إصدار الوثائق التي ترشد الناس إلى استخدام المياه بطريقة صحيحة. رابعا، عدم إلقاء المخلفات بالنيل. خامسا، عدم الاستحمام في مياه الترع. سادسا،
إقامة المؤتمرات من أجل بيئة جميلة ونظيفة. رفعت